مساء عليكم متابعينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم مساء الماتش. الحلقه اللي نستهلوها بالفوز المنتخب المغربي الوطني اليوم على نظيره المنتخب الكاميروني العنيد والمنتخب القوي في ربع نهائي برسم ربع نهائي كاس افريقيا للامم اللي كتحتضنها بلادنا المغرب 2026. الحمد لله حققنا الاهم اليوم، مقابله عالميه، مقابله ردتنا المونديال 2022. الجرينتا داخل وسط الميدان المنتخب الوطني امام منتخب صراحه اللي كان اول حاجه ندهش بالدخول ديال المنتخب المغربي، طريقه لعب المنتخب المغربي اللي ما كانش كيتوقعها. كان كيحاول يلعب على المرتدات على ظهر خلف المدافعين، لكن لقى وسط ميدان اولا، وسط ميدان عالمي جدا اللي ما خلاش لنا نعيشوا الفرق غياب اناحي او حضور اناحي. بالعكس اليوم كان بلا الخنوس والصبابي، وكيف قلت في الحلقه السابقه بلا الخنوس خصو الاريحيه. اليوم بلا الخنوس كانت عنده الاريحيه، استمتعنا رغم اننا ما كناش افيكاس 100% اللي كنا نخرجوا بثلاثه اربعه الاهداف في هذه المقابله لان ضيعنا بزاف الاهداف، لكن الاهم هو اننا حققنا 3 النقاط في هذه المقابله هذه. وليد الركراكي كوتشينغ عالمي اليوم صراحه، نعطيو كل ودي حقه. وليد الركراكي اليوم كان ان طري بون كوتشينغ اليوم في المقابله. لعب الخطه المعتاده ديالو، قلبي الدفاع كل من نايف اكيد وادم مسينا. اليوم اللي دار مقابله جميله، كان ثابت، كان واحد التفاهم وانسجام بينه وبين نايف اكبر اللي ديما عندي عليه علامه استفهام في التدخلات ديالو، لان لا التدخلات ديالو لا طريقه تمرير الكره لا التسرع اللي فيه بعض الاحيان كي فاير كما تنقولوا حنا كيحطنا في الضغط. لكن الحمد لله المقابله جراها مزيان، الخبره ديالو بحكم جمع الخبره بزاف في المقابلات اللي جراها دوليا مع المنتخب الوطني، لا مع الفرق ديالو اللي داز فيها في الدوري الانجليزي والدوري الفرنسي وكذلك الدوري الاسباني. بالجهه اليمنى اشرف حكيمي عميد الفريق واللي كما نقولوا اللي ينبوع ديال العطاء اللي كيعطي معطاء في جميع المقابلات ديالو. في الجهه اليسرى مزراوي الحاج، ويستحق يكون حاج لان طفى الضوء على الزميل ديالو في مانشستر يونايتد بومبي، مهاجم المنتخب الكاميروني وفريق مانشستر يونايتد الانجليزي. صراحه مزراوي اللي الاداء ديالو ثابت منذ المقابله الاولى. حنا ديجا كنا هضرنا على مزراوي، كنقولوا مزراوي في لا كوب دافريك السابقه بزاف الانتقادات تبعاتو وداك الشيء، لكن مزراوي كيبقى من اللاعبين الكبار. اليوم بين على انه امام المقابلات الكبار كيكون كبير، والمزراوي اليوم لا فات البطوله منذ بدايه البطوله كظهير ايمن ولا كظهير ايسر، واللاعب حريفي بصح كويري وحريفي بصح. اليوم بين الحرفه ديالو اللي باغيين حنايا، واليوم اللعابه كاملين كانوا حريفيه. في وسط الميدان العناوي كلاعب ارتكاز قدامه كل من بلال الخنوس والصباري. في الجهه اليمنى ابراهيم دياز المايسترو لهذه البطوله وهداف بطوله كاس افريقيا. في الجهه اليسرى الزلزولي الفنان الجميل الراقي، كما تنقولوا الغزال المتحرك، وكراس حربه ايوب الكعبي اللي دار اللي عليه في هذه المقابله، دار اللي عليه، دار اللي مطلوب منه، والله يعطيه الصحه. هذه التشكيله يدخل بها وليد الركراكي هي التشكيله مثل المقابله السابقه، لكن الاداء مختلف الحمد لله، اداء مطمئن. طمأن احنا كمحللين كجماهير كمتابعين للشأن الرياضي. الصراحه بلوك ميديوم بدايه المقابله، وانا صراحه غير التشكيله عرفت باللي وليد الركراكي عنده رغبه في تسجيل الاهداف، ماشي غيدير تكتل دفاعي ويرجع للخلف، على العكس تماما. قرا المنتخب الكاميروني مزيان، وهذه النقطه اللي كتعجبني كنهضر عليها بزاف. تنقول لك خاصو يديطاي المنتخب الكاميروني، ديطاي. واليوم شفنا لي ديطاي ديال المنتخب الكاميروني، بزاف ديال لي ديشي عندهم واستغل داك لي ديشي عندهم. كنا قطعنا العديد من الكرات اللي كنا نحققوا منها اهداف لولا بعض الاحيان كنتسرعوا فيهم، لكن الاهم هو دائما الفوز والتاهل. اليوم دار بلوك ميديوم، كنضغطوا كنعطيو فرصه للمنتخب الكاميروني يحاول يبني الهجمه ديالو بالطريقه اللي كيبني بها، عن طريق قلب الدفاع ديالو، ويحاول يهرس داك الخط الهجومي ديالنا. لكن الحمد لله كنلقاو جوج اللاعبين اللي صراحه اليوم داروا اداء عالمي، بلال الخنوس والصباري اللي كيلعبوا بلا كره. فهمتي كتسمع داك اللاعب اللي كيلعب بلا كره، انا ما نقولهاش لكم بليمو تكنيك ديال الاناليز وداك الشيء، غنقول لكم باش تفهموها كاملين بلغه الكره، دوك الحريفيه اللي كيلعبوا بلا كره. اليوم بلال الخنوس والصباري كانوا حريفيه بلا كره، اما العناوي فكان كما تنقولوا حنا الكلاطياتور وسط الميدان، فين ما مشيتي كتلقاه. لي تاكل امبيكابل، كوفرتور دو بال، شونجمون دو بال،
لابيل دبال كتلقى ديما في المساحات الفارغه ديما كيطلب الكره. يعني اللعاب الصراحه اللي البروفيل اللي كيقلب عليه المنتخب الوطني كما كنقولوا رقيقي حريفي. لقينا في العناوي الحمد لله اليوم دار مقابله كبيره وما يسطروا، يعني حكم لازون كما تنقولوا ديالو، حكم وسط الميدان ديالو بموازاه مع كل من بين الخنوس والصبابي. بين الخنوس والصبابي اللي كانوا كيلعبوا بلا كره اليوم، اغلبيه التحركات ديالهم كانت بلا كره، طريقه التغطيه، طريقه الضغط. ولا لاحظنا ان اللحظه اللي كتخرج الكره مع المنتخب الكاميروني كتلقى ايوب الكعبي ضاغط على حامل الكره، ملي كتمرر الكره كتلقى بين الخنوس والصبابي بجوج كيضغطوا على حامل الكره كتقطعوش حامل الكره. وهذا هو اللي لخبط التكتيك ديال المنتخب الكاميروني اللي ما بقى له ما يدير، لان كان واضح ان المدرب ديالو تفاجئ بالطريقه اللي لعبنا بها. درنا لهم لو بلوك ميديوم وكنقطعوا الكره في نص الميدان ديال المنتخب الكاميروني، وكنرجعوا نديروا الترانزيسيون ديالنا كنهجموا في انصاف المساحات. وهذا اهم حاجه اليوم. ابراهيم دياز كان ممتع، كان مهاري، كان كما تنقولوا داك النقطه اللي خلقات دفاعات المنتخب الكاميروني وخلاتهم يخرجوا. لاحظتي اغلبيه الاوقات كانوا ديما معصبين لدرجه وصلوا لديك المرحله ديال انه خصهم غير يبداو يطيحوا يقلبوا على شي سبه باش يخرجوا شي لاعب من المنتخب المغربي ولا ياخذوا عن طريقه ياخذ شي حمراء باش يخرج. لكن هادشي ما تاثرش لهم الحمد لله. الكوتشينغ ديال ويد البكراكي اليوم كان كوتشينغ عالمي، حتى في التغييرات كان صراحه كانت محلها، ما كان لا زياده لا نقصان لا حتى التخوف. لاحظنا حتى الملامح ديال ويد البكراكي في هذه المقابله مغايره على المقابلات السابقه، كان مرتاح لاعب وكان ضامن الفوز ديالو، كتحس به ضامن الفوز. وهذا الشيء واللي طمعنا حنا كاملين كنتفرجوا طمعنا كاملين. كبدايه المقابله استطعنا نديروا محاولات من بدايه المقابله، وهذا الشيء اللي وضح اننا كنا جايين باش نحققوا الاهم هو الفوز. وهذه هي كره القدم. كره القدم كتلعب على جزيئات صغيره، قراءه الخصم قراءه جيده، واللاعب على نقاط الضعف ديالو وكسر الهجمات ديالو، واللاعب على المرتدات، اللاعب على الكره الثابته. حتى الكره الثابته لاحظناها كان تغيير في طريقه لعب الكره الثابته. كان الكره اللي شفناها ديال اشرف حكيمي، حنا عارفين اشرف حكيمي مهاري في التسديد على المرمى، وكان لعبها مع ابراهيم دياز. وهذا الشيء كيبين لك باللي ما كايناش الانانيه داخل الفريق كامل كيلعب ككتله واحده. لعبوا متكتلين، دافعوا بدنيا، كانوا قويين بدنيا، وذاك الدفاع البدني ديالهم كان في الصراحه يعني عنده اهميه كبيره. لانه حتى احنا كنعرفوا المنتخبات الافريقيه وخاصه المنتخب الكاميروني، المنتخب النيجيري، كوت ديفوار، هاد المنتخبات اللي كيلعبوا على الجانب البدني بزاف، الاحتكاكات اللي ديما كتلقاو السباقين. الحمد لله اليوم شفنا منتخب سباق في الواري العاليه، الكرات العاليه، كان السباق في واحد ضد واحد. كان اشرف حكيمي اليوم ما شفناش داك اشرف اول دخول ديالو اللي كان عنده تخوف شويه من اعاده ترجع له الاصابه. اليوم شفنا جرينتا، شفنا حكامه الكره، شفنا بريسا واللعابه مزيان، شفنا داك العوده للدفاع، شفنا حتى النقطه اللي جميله عند المنتخب الوطني واللي هي نقطه القوه هو التركيز العالي. كتلقى المنتخب الوطني طيله المقابله تركيز عالي، كيجي من المقابله بشويه عليه، كيلعب تحت الضغط وبلا ضغط. يعني كتلقى عنده التحولات ديالو سريعه، كيبرد الماتش وقت ما بغا ويعلي الماتش وقت ما بغا. هاد الحوايج هادو هي اللي كتعطيك شخصيه البطل وشخصيه يعني واحد المنتخب قوي وعنده باين الهدف ديالو شنو هو انه يحقق لقب. اليوم شفنا منتخب العيون ديالو متوجهه نحو اللقب. لاحظنا حتى الهدف اللي سجلوا ايوب الكعبي، يعني بحال خرج فيه السم داك الهدف ضرب بالراس وكملها ابراهيم دياز. يعني كتحس بديك الطريقه الفرحه ديالو. اللاعبين صراحه مشحونين من اجل تحقيق اللقب، وهذا هو الاهم. لان ديك الجماهير الكبيره اللي كتحج على ملعب مولاي عبد الله وداك الاصوات اللي كنسمعوها من خلف الشاشه، عاد الصراحه الحمد ديالنا كيتبوش. يعني كتلقى جماهير كبيره ما كتوقفش، خدامه كتغوت كتشجع. وهذا هو اللي كيعطي الحافز للمنتخب الوطني واللاعبين، وبدورهم اللاعبين كيبادلوهم داك الشعور داخل اوقات الميدان. كتلقى داك الجرينتا في المقابله. اهم حاجه هي هذه، واهم حاجه هو تحقيق التاهل للنصف النهائي والقطع مع كما تنقولوا حنا. لان المنتخب الكاميروني هزمنا في العديد من المقابلات، واليوم كانت مقابله للتاهل، كانت مقابله لاعاده كما تنقولوا اعاده روح الكره البطوله. لان اليوم بدات البطوله الحقيقيه. اليوم بقاو 8 المنتخبات، يعني بقات نخبه افريقيه كامله فيها 10 المنتخبات، 8 منها الان هما في ربع النهائي. اليوم المنتخبات القويه، اليوم البقاء للاقوى.
الحمد لله المنتخب ديالنا قوي، عنده العزيمه باش يحقق نتيجه ايجابيه، والحمد لله حققنا الاهم هو التاهل للنصف النهائي لملاقاه الفائز من مقابله نيجيريا والجزائر. نتمنى ان شاء الله تبقى هذا الروح وهذا الحب الوطن اللي كيملك القلب ديال اللاعبين هادو، وهاد الجرينتا اللي بداو بها المقابله وسلاو بها المقابله بصراحه. ابراهيم دياز راه كلا العصا ديالو بصح في المقابله، لكن كمل المقابله ديالو صبر حتى الاخر رمق. يعني هادو هو الحوايج اللي زوينين في هذه المقابله هذه. تكتيكيا وليد الركراكي عارف يجيب المقابله كما قلت لك، كوتشين عالي، لعب على نقاط الضعف ديال المنتخب الكاميروني، وقف التفكير كما تنقولوا، وقف التفكير ديال المنتخب الكاميروني قبل بدايه الهجمه. المنتخب الكاميروني كان كيحاول يجتر الخط الامامي ديال المنتخب المغربي، ومرة تمريره لوسط الميدان كيلعبوها كتخرج للوسط ويحولها لجهه اليمين ويلعبوا الكره خلف المدافعين. هذه هي الطريقه ديالهم اللاعب، حاولوها المره الاولى والثانيه والثالثه باءت بالفشل، ولاو كيلعبوا كواري غير طوال عشوائيا، دخلوا للخباطه، حاولوا يديروا داك يدخلوا في ليديال. يعني ملي ما نجحش الجانب التكتيكي والخطه اللي كانوا جايين بها، الشوط الثاني لاحظنا حاولوا يبداو بها نفس العمليه، غيروا طريقه اللعب، التغييرات اللي داروا زادوا اضافه في وسط الميدان، دخل لاعب وسط الميدان متقدم مهاري، لاعب اللي كيلعب في الدوري السعودي، من اجل تقديم المدافع طويل القامه للامام باش يلعب كراس حربه ويلعبوا الكرات العاليه. يعني في مربع العمليات ديالنا الحمد لله حتى وليد الركراكي كان كيف هذه المقابله هذه. التغيير ديال بلال الخنوس جا في محله وفي الوقت المناسب، لان بلال الخنوس بعد من ياخذ البطاقه الصفراء كان ممكن ياخذ البطاقه الصفراء الثانيه، لان الاندفاع البدني كيخلي اللاعب بعض الاحيان كيتسرع في التدخلات ديالو، وكانت ممكن بلال الخنوس يتلقى الصفراء الثانيه، والحمد لله انتبه لها وليد الركراكي وخرج بلال الخنوس ودخل بسفيان المرابط، لان ديال خدمه سفيان المرابط الخدمه التي يجيدها الدفاع بقوه. فهرز ربط ذاك منتصف الميدان ديالنا، ولينا كنلعبوا باربعه المدافعين وجوج، والمرابط كيقرب عند ادم مسينا ونايف اكرد باش بحال كنوليو 5-3-2. بدينا كنلعبوا ب 5-3-2، شويه رجعنا اللحظه اللي شونجا، دخل نصيري ودخل رحيمي، ولا كنلعبوا بخمسه ديال المدافعين، وبقى ابراهيم دياز كراس حربه صريح، لان ابراهيم دياز بذل واحد المجهود بدني كبير. التغييرات الصراحه كانت تسمح لها الطريقه والتوقيت، التايمينغ ديال التغييرات كان الصراحه في المستوى رافع. يعني كتبين لك باللي المدرب ما جاش وغير، بالعكس غير بالوقت المناسب، وغير في الوقت المناسب وفي التوقيت المناسب. يعني بحال داير لا سانكرونيزاسيون ديال داك التوقيت، كيفاش غادي يجيب المقابله في حاله تسجيل الهدف، شنو خصو يدير في حاله تسجيل الهدف الاطمئنان، شنو خصو يدير. بان اننا الدفاع بداو كيبداو المساحات، الزلزولي كان عيا دخل رحيمي، وكذلك باش يلعب على خلف المدافعين، كذلك النصيري تحول للجهه اليمنى ودخل ايغامان اللي الصراحه انا فرحان بالعوده ديالو، لان اضافه قويه للهجوم المنتخب الوطني. وغادي يبان لك في هذه المقابلات ان شاء الله القادمه، غيبان لك بالدور الفعال ديال ايغامان كراس حربه. صراحه لاعب ممتاز، باقي صغير في السن، قوي بدنيا. الا لاحظنا غير داك الدخول ديالو هذيك 10 دقائق، بان لك باللي لاعب كاينه بلاصتو، بلغه الكره كاينه بلاصتو، لاعب ديال لافاسونطر ديال بصح، لافاسونطر يا ما داك لافاسونطر ديال بصح، كيفاش كيدير كوفيرتير دبال، كيفاش كيشد الكره بالصدر، كيفاش كيحطها للارض، كيفاش كيكوفري على الكره ديالو. رغم القوه البدنيه ديال لاعب المنتخب الكاميروني كتلقاه قوي بدنيا، كيحافظ على الكره ديالو، كيعرف يلعب معاك الان دو، كيطلب الكره في انصاف المساحات. يعني لاعب متكامل، وصراحه جا في الوقت ديالو المناسب ان شاء الله، لان كما تنقولوا مشى وناحي ان شاء الله، رجع ايغامان دابا، وهذا هو المنتخب الوطني، شي كيكمل شي. وهذه اجمل حاجه في هذا المنتخب هذا الصراحه، رغم الانتقادات اللاذعه اللي تابعات واللي بدورنا حنايا كنا انتقدنا الاداء المنتخب الوطني، طريقه الضغط على الكره. لكن اليوم بحال وليد عطانا ميساج، قال لنا باللي راه عارف شنو كندير، عارف انا وقتاش مع ملي كنلعب مع فريق ضعيف كيفاش كنلعب، ملي كنلعب مع فريق قوي كيفاش كنلعب. وهذه اجمل حاجه هي تكون عندك متمكن من داكشي اللي كدير وعارف شنو كدير. يعني ماشي غير عشوائيا. هذه اللي كتهمني، ان المنتخب ما غاديش عشوائي، وان وليد ما غاديش عشوائي.
يعني عارف شنو كيدير، كل مقابله كيجريها بالطريقه ديالها، وهذه اهم حاجه كما كنقول لكم، اهم حاجه. علاش؟ لان ملي كتوصل لهذه المرحله انك تجري كل مقابله بالريتم ديالها، فهذه اهم حاجه، كتعرف من اين تؤكل الكتف. اليوم وليد الركراكي كان صراحه كان كوتشينغ عالي جدا. ردنا لايام ملحمه قطر مونديال قطر 2022 في قطر نيس، يعني ردنا لديك الملحمه، ديك الاداء الرجولي القتالي، ديك الجرينتا، داك الفوز من اجل الفوز. يعني عندي واحد الهدف كان خصني نحققه. اليوم داموا كل شيء. ما غاديش نهضروا على الديشي لان الاهم في هذه المقابله. ضروري كل مقابله كيكون فيها الديشي، ولكن ما كيهمش بالمقابل ان الاهم هو تحقيق اللقب. لان الحلقه اللي غنهضروا فيها على بعض لي ديشي وبعض الحوايج اللي كان ممكن نتفاداوهم وكان ممكن نستغلوهم اكثر، غنخليهم الحلقه القادمه اللي غنحلوا فيها بالصور باللي فيديو داكشي ان شاء الله. وغادي نخليكم تعيشوا معنا لقطه بلقطه، وقتاش كنا قويين وقتاش صراحه ما كانش عندنا ضعف في هذه المقابله. كنحس راسي ان لعبنا اليوم مقابله ما كانش عندنا فيها ضعف. اليوم كنا قويين في جميع تقسيمات المقابله. اللحظه ديال الدفاع، اللحظه ديال الهجوم، اللحظه الترانزيسيون، اللحظه ديال الكره الثابته، يعني هاد الحوايج هادو كنظن ان تصلحوا مع مرور المقابلات. لكن اليوم انا بان لي الخدمه خدموا. اليوم وليد الركراكي خدم في لي زونطرينمون، خدم بزاف. لان لاحظتي حتى في الكره الثابته كان كيهضر مع اللعابه، كتحس خادمين داكشي مخدوم. وهذه اجمل حاجه، هي اننا كنخدموا وكنجيو للمقابله وكنطبقوا. واليوم خدموا والمقابله طبقوا في هذاك الشيء اللي خدموه. وهذو هما الحوايج الزوينين الحمد لله في المنتخب الوطني. جرينتا جميله، اداء رجولي. باقي يتابعنا ان شاء الله نصف النهائي، ولما لا ان شاء الله حتى النهائي ان شاء الله، ولما لا تحقيق اللقب. وهذه الامنيه ديالنا كاملين ان شاء الله. الى هنا متابعينا الكرام، نضرب لكم موعد ان شاء الله في الحلقه القادمه ان شاء الله، اللي غنحلوا فيها مقابله المنتخب الكاميروني، وغنوقفوا على والمغربي، ونوقفوا على جميع لي ديتاي، جميع نقاط القوه ونقاط الضعف، الطريقه اللي ربحنا بها وكيفاش ربحنا، وشنو النقاط اللي استغليناها باش تفوقنا على المنتخب الكاميروني. هادشي كله غنشوفوه ان شاء الله في الحلقه القادمه اللي تنزل غدا ان شاء الله. ما تنساوش وما تبخلوش عنا بالتعليقات ديالكم، وعطيونا الاراء ديالكم في المقابله، كيفاش جاتكم، كيفاش جاكم الكوتشينغ ديال وليد الركراكي، كيفاش جاكم بلال الخنوس ملي تحرر في هذه المقابله هذه. اليوم الصبامي اللي سجل هدف جميل، وبعد كيف تنقولوا بعد الدور الاول ودور الربع، اليوم الصبامي اللاعبين الكبار الصراحه كيبقاو كبار. وصراحه شابو وليد الركراكي لانه محافظ على التركيبه ديالو وثيق فيها. اليوم كيأكد لنا ان الثقه ديالو في التركيبه ديالو كانت واضحه. لكن القوه اليوم وسط الميدان ديالنا كان وسط ميدان قوي جدا حقيقه نقولوها. وهادشي اللي غنشوفوه ان شاء الله في المقابله في الحلقه القادمه ان شاء الله. نضرب لكم هذه الحلقه القادمه، ما تنساو ما تبخلوش علينا دائما بالتعليقات ديالكم. اعطيونا الاراء ديالكم في المقابله، كيفاش شفتوا المقابله، عجباتكم، عارفكم فرحانين كاملين، وان شاء الله يدومها دائما فرحانين. والى هنا متابعينا الكرام، كنضرب لكم هذه الحلقه القادمه. تحياتي، مع السلامه.